إذن 9 شهداء على الأقل، بينهم 6 أطفال، نتيجة استهداف عمال للزيتون أثناء قطافهم للزيتون في بلدة قوقفين. يقال بأن الحصيلة قد وصلت إلى 11 شهيد حتى هذه اللحظة، المؤكد 6 أطفال ورجال. نلاحظ في هذا المكان الأشلاء منتشرة على مسافة أكثر من 100 متر محيط هذه الأرض. هنا السلم الذي يدل على العمال، منطقة مدنية بحت استهدفها بشكل مباشر. الامرأة التي كانت تعمل على قطاف الزيتون نلاحظ ما تبقى من ثيابها وأشلائها على الأرض. لا أستطيع الابتعاد عن مشاهد الدماء الآن. أصوات قذائف مدفعية الآن تنطلق من جديد. أيضا نلاحظ على هذا المكان بالضبط، لو زميلي محمد زكاتك، نلاحظ أن حتى الأهالي قد جلبوا معهم أطفالهم في هذا القطاف، في قطاف الزيتون، وهذه أجزاء من ألعابهم في هذه المنطقة. هنا أيضا في هذا المكان نلاحظ أشلاء الشجر المتشظية بشكل كامل. 4 قذائف متتالية. أعتذر لأن أعتذر مرة أخرى. جزء كبير جزء كبير من الشهداء هو عبارة عن أشلاء. أعتذر مرة أخرى، ولكن وصلنا إلى الحدث بشكل سريع، لم نكن مجهزين. الصورة تكفي لتستدل عن بقية الخبر، والذي أهمه 6 أطفال من بين ال9 شهداء منذ ثواني قليلة. طيران الاستطلاع الآن في الأجواء أثناء التغطية. هناك عدة قذائف قد انطلقت من جديد. سنخلي المنطقة لأن زميلي قد تابع وضع طيران الاستطلاع. أينما أشاهد هناك أشلاء في هذه المنطقة من بلدة قوقفين. جميل حسن.